مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ معكم فدوى مطور. طبعا أنا اليوم رح أحكي بموضوع كتير مهم وحابة إني أبدي رأيي فيه. طبعا قبل كل إشي أنا حابة إني أحكي، أنا مش بصدد إني أحكي بترندات أو إني أحكي بأمور على السوشيال ميديا بتصير، لا، هذا الموضوع كان مهم إني أنا أحكي رأيي فيه. لانه دائما انا بحكي ولما اطلع اتكلم على السوشيال ميديا بتكلم اما في شيء مفيد او بشيء بفيد الطرف الثاني بحياته، بيأثر عليه ايجابا مش سلبا. يعني اي كلمة بتصدر مني لازم تكون تأثر ايجابا على الطرف الاخر مش سلبا، وهذا المشوار اللي انا بمضي فيه. لكن هذا الموضوع كان مهم جدا، اللي هو فيه إعلامية تمام اسمها نضال الأحمدية. وهاي الإعلامية أثارت فتنة فعليا بالوطن العربي. يعني أي حدا بالوطن العربي عايش فعليا مسه هذا الموضوع. رغم إنه هي شبكت الشعب السوري بالشعب اللبناني، وشبكت الشعب السوري مع أكثر من جهة تانية تمام، لكن كان تركيزها واضح إنها مشبكيته مع الشعب اللبناني تمام. الوطن العربي اهتز، ما سكت. ليه؟ لانه احنا كلياتنا كتله واحده. يعني اي حدا بيجي في اي شعب تاني احنا فعليا بنطلع وبندافع عن ابناء الشعب هذا، لانه فعليا الشعب السوري هو شعب قدير، والشعب اللبناني كمان هو شعب قدير جدا. والتنين طلع منهم من هذا الشعب ومن هذا الشعب طلع منهم فعليا الأطباء، المهندسين، الفنيين، طلع منهم كتير ناس، الأدباء، الشعراء. فأنت ما بحق لك إنك تيجي تشبكي شعبين مشتركين في عادات وتقاليد كتيرة، بغض النظر إنه في عادات وتقاليد هم مش مشتركين فيها يمكن، لا، بس الأغلبية هم مشتركين فيه. وكيف احنا بنحكي مثلا الشعب الاردني والشعب الفلسطيني هم شعب واحد، هيك الشعب برضو اللبناني والسوري هم شعب واحد، وكل ابناء الوطن العربي بالنهايه هم غصبت عنك هم شعب واحد. وما ما بحق لك انك تفرقي بين اي حدا بيشترك مع اخو الثاني باللغه، خصوصا أهل سوريا ولبنان والأردن وفلسطين ومصر وكل الوطن العربي بيحكي اللغة العربية. هاي هي لغتنا وإحنا بنفتخر فيها، إحنا بنفتخر في هاي اللغة العربية. أما اللغات الثانية فأهلا وسهلا، إحنا بنتعلمها، بنفتح كتبها بنتعلمها، بنروح معاهد عشان نتعلمها، لأنه إحنا بدنا نسافر عليها، وبدنا إحنا لما نكون على أرضهم نفهم عليهم ويفهموا علينا تمام. زي ما كتير أساسا بيجي من كوريا والصين وبالهند وباكستان عشان يفهموا علينا بيتعلموا كلمات، سواء كلمات قليلة أو كلمات كتيرة، عشان يطوروا من حالهم ويطوروا من اللغة ويقدروا يفهموا علينا ونفهم عليهم، والحياة تصير بيننا كتير حلوة. حلو الإنسان يكون مختلف مع أخوه التاني. لكن لما أنت تيجي تحكي لي انه انا عايشه ببلد عربي واروح على بلد عربي لازم اتكلم بلهجه، بلغه عفوا مش لغتي، بلغه فرنسيه، لا، هون انا بسمح لك، هون انا ما بحق لك انت تحكي انه تتدخلي حتى انه انا ليه ما عم بعرف شو يعني بونجور، شو يعني بونسوار، شو يعني how are you, good morning, my name is فدوى مثلا. ما بعرف احكيهم مثلا. انت ما لك دخل اني انا لما اروح على بلد بتشبه عاداتي، بتشبه تقاليدي، بغض النظر هم بيتكلموا فيها بكلمات دخيلة فرنسية، بكلمات دخيلة إنجليزية، بغض النظر مدام هاي البلد عم تحكي باللغة العربية، أنا ما له حدا حق يجي يحكي أنت مش مثقف تمام. أنا كتير بعرف لغات، لكن بنفس الوقت أنا بحكي هاي اللغات لما بدي أحكيها بحكيها بأرض الوطن اللي أنا رايحة عليه أحكي لغته تمام. او بشغلي مثلا، اذا انا سياسة الشركة عم تفرض علي اني انا اتعلم اللغة الفرنسية واحكي فيها تمام، او اذا شغلي بيتطلب اني انا احكي فول انجلش تمام، very good commands باللغة الانجليزية او باللغة الفرنسية. لكن انت
عم تيجي عم تحكي عن شعبين عم بتعايشوا مع بعض ومتعايشين من زمان مع بعض وما في بينهم اي مشاكل. يعني عمرنا ما سمعنا ان الشعب اللبناني والشعب السوري صار بينهم اي مشاكل تذكر. عمرنا ما سمعنا انه هدول الشعبين دقوا ببعض، تمام؟ عمرنا ابدا سمعنا انه الشعب اللبناني او اجى على الشعب السوري او الشعب السوري اجى على الشعب اللبناني. لا، التنين لما يروحوا عند بعض بيتعاملوا مع بعض كانهم شعب واحد، حتى ما بيفرقوا بينهم وبين بعض. بالعكس يعني لما الشعب اللبناني ينزل على لبنان، يعني وانا في لما الشعب السوري ينزل على لبنان، في كتير الي اصدقاء عم بيحكوا لي قديش انها حلوه لبنان، وقديش انه مثلا والله احنا شعب واحد وما في بيننا تفرقه. وبالعكس صحيح، لما يجوا اللبنانيين على سوريا ما في اي فرق بيكون في اي امور وما بتصير بينهم اي حزازيات. لكن وحده مثلك بدها تطلع تفرق بين سوريا ولبنان، احنا ما بنسمح لها، سواء احنا سوريين، سواء لبنانيين، سواء فلسطينية، أردنية، مصريين، سودانيين، يمنيين، أي حدا في الوطن العربي عايش أو خليجيين حتى، ما بنسمح لك انك انت تعملي تفرقة بين الشعب السوري والشعب اللبناني.